السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، محبينا المشتركين الغالين، الله يمسيكم بالخير، يجعلكم من خير إلى خير. اذكروا الله وصلوا على الحبيب المصطفى، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. سالفة اليوم يا متابعينا الغالين هي عن عادات وتقاليد وكرم البدو. هذا رجال اشتهر بالكرم واشتهر بالفروسية، جمع ثنتين سوا، كرم وفروسية. والشيء هذا يكون سبحان الله العظيم يكون نادر أنه يجمع كرم ويجمع فروسية وغني، يعني ثلاث الميز هذه قليلة من توفر فيه في العهد السابق. فارس وكريم وأموره طيبة، غني. المهم أنه الرجال هذا جاه ضيف، يوم جاه الضيف ويقوم الرجال ويرحبه ويقلطه. يوم انه قلطه ويلوذ على أهل بيته، قال دبرونا العشاء. امرته قالت يا ابو فلان، هو تراه رايح له في درب، وعود وثر الحلال حلاله، جوه قوم وخذوه. هو رجال الحاله، طالع من قبيلته ونازل الحاله في الخلا، ما معه احد. ويوم انه راح عقبه قوم وخذوا الحلال، هو ما درى، هو تراه يوم يرحب بالضيف ويدخله ما قابل الحلال ولا شاف الحلال ولا شاف. قالت يا ابو فلان، قال نعم. قالت انا والله ما حبيت اعلم، كنت جاي من طرقه وقلت خله لين يرتاح، ولا عندي نيه اعلمك الا باكر، لكن ما دام ان الدعوه فيها ضيف لا بلا بعلمك. الله اكبر. حلالك جو عقبك غزو حناشل وخذوا الحلال وخذوا الصبي مع الحلال، ما ندري وين راح له، لكن نشوفهم يوم جوه وخذوه ويا حلاله وهفطوهم وياه، والله ما ادري وين راحوا، لكن ترى ما عندك شيء، يدك بيضة. هو يقف شوي، هو في الخلاء ما عنده لا حول أحد، والضيف في بيته ما يقدر يخليه. هذه مشكلة، الضيف عندك لو انه ما في ضيف بعد يمكن يروح اما يدور له حلال ولا يجمع له شيء ولا. الله اكبر. قال شوفي لنا شيء منا. قالت والله احنا من امس ما عندنا لا باجي لبن من الحلال اللي راح ولا غيره، ما باجي عندي لبن، باجي عندي زبد باجي عندي في معونه عقب الحلال وعقب. قال اعطينا اياه لبن وزبد وتمره، نعمة من انعام رب العالمين. هو منور رجال كريم،
ويقوم يتحرقص يتمرقص. قال والله هذا يوم قدمه للضيف. قال يا ضيف؟ قال نعم. قال الله يحييك، والله هذا مو هذه نعمة من نعم رب العالمين، لكن والله إن ودنا لك بلطيب. لكن مثل ما قالوا الأولين، يقول القمرة ما جات على هوى الساري، نرجي العذر والسموحة من قال معذور مسموح يا رجال. يقول هالضيف بعد الضيف لحية غان من شروها الوجيه، ولا بعض الضيفان يقوم يحنطب. قال طال عمرك ويعطيها التمرة وعلى زبيدة وعلى البينة. المهم قال ويجيب لها حمل غطاء الحاف فريش، قال يرقد على هالجواعد. الله يحييك، وبكرة إن شاء الله يطلع شمس. يقول في خاطره، قال بكرة إن شاء الله تطلع الشمس يشوف شنا عليه. قال الضيف يا ولد، الضيف تقول إنه حس أو سامع عن المرأة يوم تكلم رجلها، سنه درن دعواهم أنهم غازيين عليهم مأخذ حلاله. قال يا فلان يا أبو فلان؟ قال نعم. قال تراني أسلم عليك الصبح، ما أبغى يثقل عليه. قال تراني أسلم عليك، لا صليت الفجر تراني بمشي، وانت الله يعوض عليك داري تسمع هم، الله يعوض عليك وبيض وجهك، ما قصرت، قمت بالواجب، وانت رجال حلالك مسلوب ما خوي، لكن الله يبيض وجهك ويعوض علينا وعليك ويرزقك أفضل منه. المهم جاء الرجال الصبح، يا سبحان الله العظيم، ما يروح شيء. يقولون ما الأولين الشيبان، قال ما يروح شيء إلا على الله خلفه. سبحان الله، اللي خلف الله على رأيه إذا ما هو مثله أكثر منه من رب العالمين. قال على أنه الضيف بي الفجر بيمشي. يومنا جاء في الليل قبل الفجر، قدم الفجر بشوي. يومنا توقظ الرجال على صوت غنم. سبحان الله العظيم، توقظ على أخبار غنم ولجة غنم وعند البيت وتدور على البيت، ويقوم هو يفزع من فراشه. قال يا مرة أنت تسمعين اللي أسمعه؟ قالت الله الله سمعت. هو يطلع. يومنا طلع ولو والله أن الغنم قطعة تجي لها من 50 حول 50، ولا والله أنها حايزة على البيت، ولا فيها خرافين وهبة ريح وغنمنا بهمها معها، ومعزن بهمها شو اسمه جفارها معها، وحليب. غنم ما يدري من ساقها الله له جاية، ما يروح شيء إلا الله يخلفه سبحانه وتعالى. هي أكيد لها أحد، لكنها جت أما ضايعة ولا شيء، ألفها الله على هذا ابن حلال لي محتاج. ويقوم يومنا قام وهي تمرح عنده. يوم جاء الفجر وجي الضيف رقد، ما دار الضيف نايم من التعب وممشى وحالته حاله. يومنا جاء الصباح ويصلي. يوم صلى قال يا معزبي يا أبو فلان؟ قال نعم. قال استودعك الله. قال لا والله، لا والله ما تروح ولا تأدى مكانك، الله يحييك، نقوم في واجبك. قال أنت قمت في واجبي بيض الله وجهك، والله يخلف علينا وعليك، الله يخلف علينا وعليك، ما قصرت البارح. قال أبشر بأن الله عوضنا خير وخلف الله علينا وجاب لنا الله حلال، جانا سارين في هالليل والله ما ندري من هو له، لكن رزق ساقها الله الناس من أول آخذ وماخوذ، ما فيه لي ولا أما راحت غنمك أما ولا حلالك ابلك ولا أما رديتها ولا راحت على وجهها. قال الله يحييك، ويقوم طال عمرك ما طلعت الشمس. قال المرأة يا مرأة؟ قالت نعم. قال قومي احلبي حليب
أعطينا حليب، ويقوم يذبح لها كالطلي معها بهمان، ويذبح لها كالطلي. قال يلا يا مرة رتبي زدرت، ويقوم يجيب المعاليج الشواية توها طالعة الشمس سبحان الرازق، وهو ينطلها في الجمر وشاب النار، ويشتوي هو يضيفه وها بدايتها على شيء خفيف. ولو أن الحرمة خذت لها شوي، لو أنها تصوت عليه قالت يا أبو فلان تعال خذ فطوركم غداكم، ويروح الرجال ويوم له جايبنا التبسي ولا عليها الخير. هم عندهم هو أموره زينة هو، لكن المشكلة في الحلال اللي راح، ولا في وقتها ولا قبله ما عليه مشكلة، يقدر يشتري له بدال الحلال حلال، ويقدر وعنده من الخير من الرز ومن النعمة وهم على كلام اللي روى القصة يقول جهات العراق، جهات حدود العراق. المهم ويفطر ويضيفه ويعين من الخير، ويتمرقون ويعينون خير ويفطرون على شواية، ويقوم ضيفه قال استاذنك وبيض له وجهك قبل الحلال وعقب الحلال اللي جاء، قمت في واجبي البارح وعشيتني على تمر ولبن وزبده، وهذا نعمة من أنعام رب العالمين، اللهم لك الحمد. وجاء اليوم جاك الحلال وأنا ما دريت، لو أنك ما أنت طيب كان سمعت علي وخلتني أسري معها الظلمة في الفجر، بمشي الفجر ولا دريت أن عندك حلال، لكن هذا من طيبك اللي خلاك تحلف علي وتأيي علي. هذه قصتنا اليوم ولا هي طويلة يا متابعين الغالين، لكن أنها يعني لها وقعها في وقتها، في وقت الزمان اللي هي فيه. هذا قصتنا الليلة لهذا اليوم، الله يجزاكم عنا كل الخير. والله حسب ما رواه راعيها يقول جهات العراق، والظاهر والله العالم الله أعلم منهم من بدو العراق، ونعم بالأجواد وين ما كانوا الأجواد، ونعم وكل قبيلة فيها حقها من رجالها، وما تشوفون شرجعكم تسلمون.